همسة لقلبك. أكيد الابتلاءات اللي بتمر بيك بتأثر فيك قوي. كل ابتلاء بيسيب أثر في حياتك، بس من أكتر الابتلاءات اللي بتأثر قوي علينا لما بنشوفها أو بتمر بينا الابتلاء إنك تشوف حد بيكره حد كان في يوم من الأيام أقرب الناس لقلبه. إن النفوس تتغير للدرجة دي، تشوف مدى القسوة اللي اتحطت جوه القلوب. الموضوع صعب قوي فعلا. أصل الحب اللي كان في يوم موجود كان مال الحياة أمان وسلام. الحب اللي اتزرع في يوم من الأيام اتروى غلط للأسف. اتروى حاجات ساعدت إن الحب ده يقلب للعكس. بتبقى مواقف ورا مواقف عملت خذلان جوه الواحد، وأكتر حاجة تدمر العلاقات هي الخذلان. أكون فاكرك سند ليا، وفجأة ألاقي السند ده هوا حواليا. بدل ما تدافع عني وتقف جنبي ألاقيك أنت اللي بتهاجمني وتقف ضدي. الصدمات بتخلينا مش قادرين نصدق اللي بيحصل وإزاي حصل. أحداث ورا أحداث ومواقف ورا مواقف وخذلان ورا خذلان. أكيد النتيجة واضحة، يعني مش محتاجة ذكاء. حتى لو الواحد ما قدرش يعبر عن اللي جواه صدقوني بيبان. ياما علاقات انتهت بسبب المعاملات اللي بتكون خالية من الإحساس باللي قدامك وشعورك بيه، خالية من إحساسك باللي بيمر بيه ومأثر عليه وباين قوي من غير ما اللي قدامك يقول. يا دنيا مش عارفة أقولك إيه. شفنا فيك العجب، قطيعة وكره وقسوة وذل وانكسار وظلم وخوف ووجع. بس مع كل ده وكل اللي شايفينه وكل اللي شفناه لسه في أمل طول ما الواحد بيراجع نفسه ويواجه غلطه ويحاول يصلحه ويحاسب نفسه بجد على التصرفات اللي عملها. في أمل طول ما الواحد بيقرب لربه ويشوف إيه الصح علشان يكون أول واحد يعمله. ما هي الدنيا صعبة تتعاش من غير ناس، بس برضو مش أي ناس. يمكن الابتلاء بتمر بيه يعرفنا مين يستاهل يبقى جوه حياتنا، ومين لازم يتفرج من بره، ومين هنمنعه أصلا يعرف حاجة عننا. وطول ما احنا عايشين ياما هنسمع وياما هنشوف. الخسارة المالية بتتعوض على فكرة، وربنا بيخلف على الواحد. والخسارة البشرية برضو بتتعوض، لأن ربنا هيعوضك باللي يستاهلك. والخسارة الصحية برضو بتتعوض، بنحتسبها عند ربنا أجر ربنا هيجزينا على صبرنا. لكن إنك تخسر معركتك مع الشيطان دي بقى الخسارة الكبيرة فعلا. حاول دايما تنجح في الحرب اللي دايما هتكون فيها، لأنك في الدنيا دار البلاء. فأهم حاجة الصبر والرضا بقضاء ربنا، وإنك تحاول دايما تصلح من نفسك. وربنا يرزقنا الفوز في كل المعارك اللي بتقابلنا في حياتنا، ويرزقنا الصبر على أي ابتلاء واختبار ربنا يحطنا فيه. قول يا رب. همسة لقلبك.